عليكم، مرحبا بكم معايا من جديد. نتمنى تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم هذا الطبق هذا، وبلا ما نطول عليكم نخليكم مع الطريقه والمقادير ونصليو على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ندوزوا للطريقه ان شاء الله. ودائما مع طويجنات دافين ديال هذا الشتاء. اليوم عندي الطبق بالبسباس والبطاطا والجلبانه، يعني دائما الخضره مشكله. كناخد الطاجين ديالي كنشلط فيه البصله، كنزيد عليه المعدنوس والثومه، وكندير ديك اللحيمه وكنقليها ونمرقها شويه. وكما العاده انا كنطيب اللحم حتى كيبقى له غير واحد شويه، عاد كندير الخضره لان ما كتاخذش الوقت بزاف. هذه هي الطريقه ديالي في طويجناتي. كنهز ديك المريقه هكا كنزيدها على الخضره وكنخلي الطاجين ديالي يطيب. وهو هذا هو واجد، وغادي نرافقها بواحد الشليضه غنيه بالمكونات ديالها مشبعه. شلاضه بالبربه والبصله والحمص والرمان، كتجي زوينه على هذه الطريقه هذه. نتمنى تجربوها، راه تعجبكم. ندوزو للطريقه ديالها. كناخذ واحد لوبول، هنا غير واحد المقيله ديال الكفته بالبصله في الفران، راه سبق لي حطيتها معكم. كناخذ هنا البربه ديالي راه مقطعاها بالطول، طولي يعني شويه طويله. وكناخذ البصله كذلك مشنفه على هذه الطريقه هذه. كنزيد عليهم الحمص راه مسلوق بشويه ديال الملحه. هنا راني خدمت غير المعدنوس، هاد الشلاضه كتبغي غير المعدنوس وكتبغي المعدنوس كتير، يعني راني كثرته. هنا الحمص ديالي راه مسلوق وبالملحه باش كيجي بنين. وكنزيد الرمان الكميه اللي قديتو عليها ولا اللي بغيتو حسب الرغبه. صافي وكنصوب ديك الصلصه الخليه. صدقوني كتجي هاد الشلاضه زويونه، غتعجبكم ومغذيه ومشبعه وصحيه في نفس الوقت. قدمتها مع هذا الطبق ديال مع هاد الطويجينه ديال هاد الخضره. وكيف ما وعدتكم دائما طويجنات في هاد البرد بخضار مشكله. نتمنى تعجبكم هاد الطريقه ديالي ديال الطويجنات وديال الشليضات اللي كنقدم، وتنال الاعجاب ديالكم وتبعوا معايا الفيديو حتى الاخر تشوفوا الطريقه ديال الشليضه. صافي هنا كنوضعها في الطبق ديالي، الطبق ديال التقديم. الشلاضه مشبعه بزاف، نقدروا ناخذوها غير بوحدها وراها كامله متكامله. ونتمنى يعجبكم الاقتراح ديالي ديال اليوم. هاد الطويجنه بالبسباس كتجي غزاله. انا راه غير زدت ضفت البطاطا وكنتمنى يعجبكم اقتراح اليوم من الاعجاب ديالكم. ونخليكم على خير ونقول لكم السلام عليكم حتى الفيديو اخر جديد ان شاء الله. ودائما مع طويجنات هذا البرد، يعني محتاجين لهذا الخضار مشكله هكايا في هذا البرد. ونخليكم على خير ونقول لكم السلام عليكم.